هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزداد في الوجدان؟ هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟ وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان. زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، هذا أول لقاء مع القرآن الكريم وكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي، تقديم فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله عز وجل. يعلم رحمك الله عز وجل أن كتاب الله تبارك وتعالى فيه الهداية وفيه الرشاد، لأنه كتاب رب الأرض والسماوات. القرآن العظيم هو الكتاب الوحيد الذي من تمسك به هدي إلى الطريق المستقيم. لقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب هداية للناس، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالعبد الذي يريد لنفسه الهداية ويريد لأهله وعشيرته وأحبائه وأقاربه وكل من أراد له النجاة، فعليه أن يجعله يتمسك بكتاب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله عز وجل ما اعتصم به أحد إلا وفقه الله تبارك وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه. نجاة العبد في الدنيا وفي الآخرة في كتاب الله عز وجل. ما أراده الله عز وجل من عباده من أحكام وأوامر ونواهي، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده تجده في كتاب الله عز وجل. فكتاب الله عز وجل من تمسك به نجا في الدنيا وفي الآخرة. السعادة في تلاوته وفي تدبر آياته والوقوف على أحكامه ومعرفة معانيه، لأن القرآن العظيم جملة يتحدث عن الله عز وجل، وجملة يحتوي على توحيد الله عز وجل، إما بيان معنى التوحيد، وإما فيتكلم أحيانا عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فهذا
يسمى بالتوحيد الخبري العلمي، ويشمل أيضا الكلام عن أفعال الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو المحيي المميت الرزاق سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من ضمن التوحيد الخبري العلمي. وهناك من يسمي معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته توحيد الأسماء والصفات، وهناك من يسمي معرفة أفعال الله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية. وكذلك يتحدث القرآن عن القسم الثالث، وهو الدعوة إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وهذا ما يسمى بتوحيد الإرادة والطلب، أو ما يسميه بعض العلماء بتوحيد الألوهية. هذا أول قسم في القرآن يتحدث عن أنواع التوحيد. ثم بعد ذلك تجد القسم الثاني يتحدث عن أحكام الله عز وجل وأوامر الله عز وجل، وما أمر الله تبارك وتعالى به عباده ليفعلوه، وما نهاهم الله عز وجل عن فعله ليجتنبوه، وهذا يسميه أهل العلم حقوق التوحيد ومكملاته. فالصلاة تخدم التوحيد وتكمل التوحيد، الزكاة تخدم التوحيد وتكمل ومكملة للتوحيد. فالتوحيد هو الرأس العليا، وجميع الأحكام والأوامر التي حكم الله بها وأمر الله عز وجل بها مكملة وحق من حقوق التوحيد لله عز وجل. كذلك القسم الثالث في القرآن يتحدث عن جزاء الموحدين، وما أعده الله عز وجل لهم من نعيم مقيم، وجزاء الكافرين وعاقبة الكافرين المعاندين لله رب العالمين، وما أعده الله عز وجل لهم من نار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن كله يتحدث عن الله عز وجل. ويقول أهل العلم أن شرف العلم بشرف معلومه، شرف العلم بشرف معلومه. فكيف إذا كان هذا العلم يتحدث عن الله عز وجل؟ كيف توحده، وكيف تعبده، وكيف تعرفه، وما هو الله عز وجل، وما هي أسماء الله عز وجل، وما هي أفعال الله عز وجل، وما هي أحكام الله عز وجل، وما هو مراد الله عز وجل منك، وما هي الغاية التي من أجلها خلقك الله عز وجل. هذا كله تجده في القرآن الذي بين يديك أيها المسلم، الذي تتغافل عنه وتتكاسل عن قراءته والتدبر في آياته. والله عز وجل قد أمرنا بالتدبر في آياته، أفلا يتدبرون القرآن؟ فالقرآن الله عز وجل أمرنا بتدبره. فسنبدأ بمشيئة الله عز وجل مع هذا الكتاب العظيم. وأول شيء في هذا الكتاب المقدمات. وأول مقدمة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل رحمه الله عز وجل، يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهذه أول سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابا تبيانا لكل شيء. هذا أول ما ذكره هذا الشيخ هذا الشيخ رحمه الله عز وجل، يقول: فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابا تبيانا لكل شيء. القرآن جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء. ذكر الله تبارك وتعالى فيه خبر الأولين والآخرين، ذكر الله عز وجل فيه أحكام رب العالمين، ذكر الله تبارك وتعالى فيه كل شيء، جعله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، وجعله هدى وبرهانا لهذه الأمة، ويسره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها. تدبر أيها المسلم في كلام العلماء وهم يتحدثون عن كتاب الله عز وجل، الذي ربما يظل كتاب الله عز وجل في بيتك على الرفوف لا يلتفت إليه ولا ينظر فيه. ويقول أهل العلم أيها الإخوة بارك الله فيكم أن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر البشر. تصور أيها المسلم، يا من تبحث عن القصص والروايات والشعر والأدب والفلسفة والمنطق وهذا وذاك، وتبدأ تبحث في التليفون عن القصص الواقعية، وعن قصص محرمة، وعن قصص من قتلت زوجها ومن قتل زوجته ومن قتل أولاده ومن فعل وترتكب من الذنوب والمعاصي، وتذبح الوقت على سيف الفراغ، وأنت تبحث عن أشياء لا قيمة لها ولا تنفعك شيئا، وتترك الذي كل حرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. بالله عليك كل بربك، هل هذا خسران أم هذا فيه النفع إذا تركت كتاب الله عز وجل؟ كل حرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والله إن من الناس يوم القيامة من يقف ويحرم دخول الجنة بسبب حسنة واحدة. تخيل، حرف من كتاب الله يكون لك به 10 حسنات، وأنت تفرط فيه، وأنت تبعد عنه، وأنت لا تستطيع أن تقرأ ولو وجه واحد في اليوم. فهذا أمر عظيم أيها المسلمون. لقد سمعت قصة لشيخ حفظه الله عز وجل أنه قال: كان هناك قرية وأتوا بشيخ حتى يصلي بهم في رمضان صلاة التراويح، فلما ذهب إليهم ليصلي بهم فقالت إحدى زوجات رجل ممن كان يصلي خلفه: لعلك تدعو الشيخ يعني يأكل عندنا يوما. فألح عليه الرجل حتى جاء ليأكل عندهم طعاما. فبينما الشيخ عندهم كان يوجد على المنضدة، على الترابيزة، على الطبلية 2000 جنيه، 2000 جنيه موجودين على الطبلية والترابيزة. فلما انتهى الشيخ من الطعام وبدأوا يتسامرون ويتكلمون ويتحدثون، فلما انصرف الشيخ سأل الرجل عن المال الزوجة، فقالت: لقد كان المال هنا على الترابيزة، الفلوس كانت موجودة هنا على الترابيزة. طب راحت فين؟ أين هي؟ أين ذهبت؟
يبحثون هنا وهناك لم يجدوا المال، فظنوا في الشيخ سوءا، وظنوا أن الشيخ قد أخذ هذا المال. ويعني أخذهم الحياء أن يسألوا الشيخ عن هذا المال. فانتهى رمضان وذهب الشيخ إلى بلاده وإلى رحله وإلى عياله وعشيرته. ثم كان من العام المقبل أن أتى الشيخ في نفس المسجد ليصلي بهم رمضان الذي بعده. فلما جاء الشيخ إلى القرية وصلى بهم، فقالت الزوجة لزوجها: عليك أن تدعو الشيخ، ونحن ندعوه لنأخذ الثواب، لا عليك، يعني ما حصلناش حاجة لما الفلوس ما لقناهاش. فجاء الشيخ لهم عندهم ضيفا، حل عليهم ضيفا، فلما انتهي من الطعام والشراب وكل شيء، فأراد الرجل أن يخبر الشيخ بهذا الموضوع، فقال له: يا شيخ، لقد كان هنا في العام الماضي 2000 جنيه يوم أن دعوناك إلى أن تحل علينا ضيفا، فلم نجدهم في هذا اليوم. فقال له: أعطني هذا المصحف. فقال له الرجل: يعني لا أريدك أن تحلف على المصحف ولا شيء، نحن يعني نثق فيك. قال: بس أعطني هذا المصحف. فلما أتى الرجل له بكتاب الله عز وجل من على الرف، مسحه الشيخ من التراب الذي كان عليه، ثم فتح الشيخ فتح الغلاف، فوجد الرجل 2000 جنيه موجودين بعد الغلاف. فقال له الشيخ: سبحان الله، منذ رمضان الفائت ولم تقم بفتح كتاب الله عز وجل، لأنه لو فتح كتاب الله عز وجل لرأى المال. فنحن جميعا أيها المسلمون نقصر في كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله عز وجل: فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابا تبيانا لكل شيء. كتاب الله عز وجل فيه خبر من كان قبلنا ونبأ من بعدنا، وفيه كل شيء تبيانا لكل شيء. من أراد الهداية فعليه أن يبحث في كتاب الله عز وجل، من أراد السعادة فسيجدها في كتاب الله عز وجل، من أراد رضا الله عز وجل فسيجدها في كتاب الله عز وجل. كل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى، وجعله هدى وبرهانا لهذه الأمة، لأن القرآن هو دستور هذه الأمة المباركة، ويسره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها. ولقد قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنزله بلسان عربي مبين، وهو ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان بلسان عربي فصيح صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى أنزل عليه القرآن بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لسان عربي، وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشر. وهذا من أعظم النعم أيها المسلمون على هذه الأمة دون سائر الأمم، لأن الله عز وجل قد تكفل لهذه الأمة بحفظ دينها المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
فالله تبارك وتعالى حفظ القرآن وحفظ السنة، لأن السنة جاءت مبينة للقرآن، فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظ المبين وهي السنة، لأنها جاءت مبينة للقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن عظيم شأن هذه الأمة عند الله عز وجل أن حفظ الله، هو الذي تكفل بحفظ القرآن، لأن الأمم السابقة الله عز وجل جعل أمر حفظ دينهم وشريعتهم وكتبهم إليهم، فبدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وفعلوا في دينهم ما لا يرضي الله عز وجل. وأما أمة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل هو سبحانه بحفظ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ كتاب الله عز وجل، وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله عز وجل: أنزله بلسان عربي مبين، وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشر، وإبلاغ الدين لجميع البشر. الله عز وجل ينصر هذا الدين، وما من بيت مضر ولا وبر إلا ويدخله هذا الدين العظيم بعز عزيز وذل ذليل. تجد في آخر البلاد ينتشر الإسلام ويكون فيه الصلاة ويؤذن فيه في كل صلاة، ومن الذي أوصل هذا الدين إلى هناك؟ إنه الله عز وجل. وقيض له من العلماء من يفسرونه ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه، لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة. فالقرآن جاء لهداية الناس، والهداية أيها المسلمون هدايتان: هداية بيان وحجة، وهو الدعوة إلى الله عز وجل، وهو القرآن، وهو السنة. فيبلغ للناس هداية البيان بالعلماء، يبينون للناس دين الله عز وجل، يبلغون الناس مراد الله عز وجل. ثم هداية التوفيق، وهذه لله عز وجل. فهداية البيان للأنبياء والرسل والعلماء من بعدهم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وأما هداية التوفيق فهي لله عز وجل، ليس لأحد بها صلة ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هداية التوفيق لو كانت لأحد لاختار هو من يهتدي إلى دين الله عز وجل. كيف وقد مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وهو كان يحب النبي حبا شديدا، ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله وبقوته وبسلطانه أبو طالب، ومع ذلك لم تصله هداية التوفيق، فمات على دين عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة في حياة عمه يقوم بالهداية التي جعلها الله عز وجل مبثوثة وممنوحة للناس، وهي هداية البيان. ظل يدعو عمه حتى فارق الحياة: يا عماه قل لا إله إلا الله أحاج لك بها بين يدي الله عز وجل. هذه هداية البيان. وأما هداية التوفيق فهي لله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق لله عز وجل.
لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم، تفسير ابن كثير في البداية والنهاية، وتفسير القرطبي وابن جرير والطبراني، وتفاسير كثيرة أيها المسلمون قام بها العلماء ليفسروا ويبينوا للناس مراد الله عز وجل، وييسروا على الناس ألفاظ القرآن، لأن القرآن جاء بفصاحة وبلاغة يعجز عنها أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. الله عز وجل قد تحدى بهذا القرآن أفصح الناس أن يأتوا بمثله فعجزوا، أن يأتوا ب10 آيات فعجزوا، أن يأتوا بسورة أصغر سورة في القرآن إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فعجزوا أن يأتوا بمثل أصغر سورة في القرآن. وهذا من المعجزة البالغة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم. يقول رحمه الله عز وجل: وقد أكثر العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم كل بما أوتي من علم، فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن، ومنهم من يفسره بالأخبار والآثار، ومنهم من يفسره من حيث اللغة العربية بأنواعها، ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك، وذلك كله تجده في أصول التفسير. يقول: وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي نحن بصدد كتابه رحمه الله عز وجل، يقول: وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله من ذلك حظ وافر، وذلك بتفسيره المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، حيث جاء هذا التفسير سهل العبارة واضح الإشارة، وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض، أي أن الشيخ يأتي بأسهل معنى وأوضح معنى يوضح للقارئ معنى هذه الآية بسهولة ويسر، ولم يسرد في التفسير ولم يكثر من التفسير، ولكن كل هدف الشيخ رحمه الله عز وجل أن يعرف قارئ القرآن معنى هذه الآية وتفسير هذه الآية بطريقة سهلة وبسيطة تصل إلى المسلم الذي يريد أن يعرف معاني القرآن، حتى إذا قرأ القرآن يتدبر القرآن، لأن العبد إذا لم يعرف معنى الآيات ومراد الله عز وجل ولماذا أنزلت هذه الآية فإنه يقرأ ولا يتدبر. وأما إذا قرأ وهو عرف معنى هذه الآية ومراد الله عز وجل وحكم الله عز وجل في هذه الآية، هذا سيغير من حياة هذا الرجل. فالشيخ رحمه الله عز وجل فسر القرآن بطريقة سهلة وميسرة على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض، أي لم يخل هذا التيسير بالمعنى، وإنما هو خفف في المعنى وخفف وسهل في التفسير، ولم يكثر من ذكر المعاني والقصص وغير ذلك من هذه الأمور، ولكنه لم يخل بالمعنى، وإنما أتى بأوضح عبارة توصل للقارئ المعنى في سهولة وفي يسر وباختصار رحمه الله عز وجل.
فهو يعتني بإيضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد مستوعب لجميع ما تضمنته الآية من معنى أو حكم، سواء من منطوقها أو مفهومها، دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات أو حكاية أقوال تخرج عن المقصود. فهو هذا ما يسميه الناس المختصر السهل الممتنع، ما يسميه الناس السهل الممتنع رحمه الله عز وجل. والشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في كل مؤلفاته يعني ألف كتابا في الفقه كله في كتاب يسير يعطي الطالب ويعطي القارئ جميع الأحكام الفقهية، ولكن مختصرة سهلة العبارات تصل إلى كل مسلم ولا يخل في المعنى ولا يخل في الحكم، تصل المعلومة إلى القارئ ولكن سهلة ميسرة رحمه الله عز وجل. يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل عن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عز وجل السعدي، وهو يتحدث في مقدمة عن هذا التفسير العظيم، يقول أن هذا التفسير مختصر مفيد مستوعب لجميع ما تضمنته الآيات من معنى أو حكم، سواء من منطوقها أو مفهومها، دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات أو حكاية أقوال تخرج عن المقصود، أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف عليه المعنى. فإنه يعني لم يأتي بالإعراب إلا إذا كان الإعراب يفيد المعنى، فهو مقصود أن يصل المعنى إلى القارئ فقط، لا يريد 10 مجلدات 20 مجلد، هذا لا يعنيه، وإنما الذي يعنيه رحمه الله عز وجل أن تصل المعلومة إلى القارئ. وهذا من أعظم ما توصل إليه الشيخ رحمه الله عز وجل، لذلك تجده في كل فن من الفنون يتميز بهذه الاختصارات وسهولة المعنى وتوصيل المعنى إلى القارئ. هذا ما يعني يبحث عنه رحمه الله عز وجل، هذه هي غايته، أن تصل المعلومة إلى القارئ بأخصر الطرق. يقول أو حكاية أقوال تخرج عن المقصود، أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف عليه المعنى، بل يركز على المعنى المقصود من الآية بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرأها مهما كان مستواه العلمي، فهو في الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من مجرد تلاوة لفظه. وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية. هذا من أعظم الفوائد من تفسير السعدي رحمه الله عز وجل، أنه قد قرر فيه قواعد السلف العقيدة، وأن يعني يحيلك إلى معرفة ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله عز وجل، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والتوجه إلى الله واستنباط الأحكام الشرعية والقواعد الأصولية. فما شاء الله تبارك الله، صلى الله أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى التي لا توجد في غير تفسيره، مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف، خلافا لما يؤولها بعض المفسرين. فأنت تقرأ كتاب تفسير فيه العقيدة الصحيحة، وفيه الأحكام الشرعية، وفيه فهم السلف الصالح. هذا الكتاب
سيعرفنا على الدين الصحيح بلا خلافات ولا كثرة كلام ولا قصص واهية ولا روايات باطلة ولا غير ذلك من هذه الأمور. يراعي فيه اللغة العربية، لا يتكلم فيه بالعامية كما قام بعض المفسرين وفتق في الأمة هذا الفتق العظيم أن يفسر القرآن بالعامية. هذا لا تجده في هذا التفسير، وإنما راعى أحكام اللغة العربية، راعى العقيدة السلفية الصالحة الصحيحة، راعى فيها الأحكام الشرعية، بين فيها رحمه الله عز وجل جميع الدين، الأحكام الشرعية العلمية والأحكام الشرعية العملية، وأتى بالأصول، قواعد الأصول الفقهية وأصول الفقه، كل ذلك راعاه لأنه كان موسوعة رحمه الله عز وجل. مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات التي ضل فيها كثير من الناس ممن أولوا وحرفوا وبدلوا وغيروا، فالشيخ رحمه الله عز وجل اهتم بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا لما يؤولها بعض المفسرين. يقول رحمه الله عز وجل عن الشيخ: وقد من الله علي، أي يتكلم عن نفسه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله عز وجل، قال: وقد من الله علي فسمعت منه بعض تفسيره شفهيا في حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة رحمه الله عز وجل، كما أنني ممن أشار عليه بطبعه فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام 75 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن الطبعة وكيف طبعت وهذه الأمور. يقول: وكتبه الفقير إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو بمجلس القضاء الأعلى متقاعد رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه أول مقدمة لكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الذي ألفه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عز وجل. والمقدمة الأخرى مقدمة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل، وهذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا، وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزداد في الوجدان؟ هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟